السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيتجوز الخمسة، رد صادم من طريقة أحمد سعد بعد مدحه لها. دعونا نتعرف على التفاصيل. علقت مصممة الأزياء علياء بسيوني على تصريحات طليقها المطرب أحمد سعد، والذي وصفها بأنها السبب وراء نجاحه. وقال المطرب أحمد سعد في تصريحات تلفزيونية إن طليقته علياء بسيوني كانت الدافع الرئيسي وراء نجاحه في الفترة الأخيرة وسبب التغير في حياته. وعلقت علياء بسيوني على تصريحات سعد وقالت إنها لا تفكر في العودة إلى أحمد سعد، وأوضحت إن تصريحاته عنها تعود لشهر فبراير الماضي، وألمحت إلى زواجه مرة أخرى قريبا قائلة وشوية مش كتير وهبركوله على الجوازة الخامسة قريبا. وكان قد كشف الفنان أحمد سعد إن زوجته الرابعة مصممة الأزياء علياء بسيوني ساعدته وساندته بشكل كبير، كما إن لديها صبر وصفه بالمهول، مؤكدا إن السيدة هي المحرك الرئيسي للرجل، ولو كان عظيما فهي التي تدفعه للتقدم، ولو كان فاشلا فهي ستكون السبب. وتابع سعد خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج سولد أوت على قناة CBC إن اختياراته في الزواج كانت غريبة جدا، وعلياء هي أعظم القوة في حياته وجعلته يقوم بكل تغيير يريده، قائلا أنا كده تمام ومش عايزة أتجوز تاني. وحول أسباب طلاقهم قال أحمد سعد إن العمل أصبح كثيرا وهي أحبت العمل معه، وبدأ الشغل ياخد من حياتهم الأسرية، مؤكدا إنها شخص مجتهد ومحترم جدا، وإنه جاهد لأجل حياتهم الشخصية، ولو كان أنانيا لكان أكمل حياته معها لأنه هو المستفيد الوحيد بتلك الحالة. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.